الفيديو ده لمرضى السكر، ازاي تظبط جرعات الانسولين مع الكرب او النشويات اللي المفروض تاكلها. طبعا للاسف اي مرضى سكر بيروح للدكتور، الدكتور بيقول له انت المفروض مثلا تاخد 40 يونت انسولين في اليوم، وطبعا بيروحوا ولا بيديله بقى دايت يمشي عليه ولا نسبه نشويات يمشي عليها. فطبعا ده غلط، المفروض على حسب جرعات الانسولين اللي انت بتاخدها المفروض تاكل مكانها او قصادها نشويات او كربوهيدرات. ولو الدكتور يعني من عليك بيقوم فاتح الدرج ومديك ورقه صفراء مكتوب فيها دايت بيديه لكل اللي بيجيله، وطبعا يقول لك خد وتعالى لي كمان شهر. طب ده ليه؟ عشان حضرتك لما تمشي على نظام مع جرعات الانسولين وتلاقي برضو السكر بتاعك ما اتظبطش تروح له وتدفع له فلوس استشاره وكشف وليها بترزق. عامل كده بالظبط زي واحد فاتح محل كاوتشات عربيات ويرمي في الطريق مسامير عشان كاوتش العربيات يفرقع ويجوله. هي ماشيه كده. ارزقها بالحلال يا رب. ابعت. فكل يونت انسولين المفروض تاكل قصاده 15 جرام كرب. يعني انت مثلا لو كلت موزايه، الموزايه دي فيها 15 جرام كرب، فانت محتاج تاكل قد ايه؟ يونت واحده. ان انا قلت لك كل يونت بتاكل قصادها 15 جرام كرب. طب لو انت كلت في اليوم كله 100 جرام كرب، فتقوم قاسم ال 100 على 15 هيطلع لك وحدات الانسولين. طبعا الانسولين اللي معظم مرضى السكر بياخدوه اللي هو سريع المفعول او الشورت اكتنج زي الهيومولو، لكن للاسف في ناس كتير بتاخد 20 يونت كل يوم وهي مش عارفه هي بتاكل قد ايه كرب. فانت على حسب، انت كلت النهارده 100 هتاخد وحدات انسولين على حسب الجرامات الكرب اللي انت كلتها. طب انت النهارده كلت 200 جرام كرب، برضه هتقوم قاسم على 15 هيطلع لك عدد وحدات الانسولين اللي انت تاخدها. فاهم الموضوع مش ماشي سبهلله وكوسه، على حسب جرامات الكرب اللي انت بتاخدها المفروض تاخد قدامها انسولين. لكن للاسف دلوقتي الدكاتره مش فاهمين اي حاجه في اي حاجه وتلصق واديله وهيجي لك كمان شهر عشان يدفع كشف ويديك فلوس. هي ماشيه كده. ولو في حد عندك في العيله عنده سكر ما تنساش بقى تبعت له الفيديو ده عشان هو كمان يستفاد. اشوفكم الفيديو الجاي.